السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا صوت يعلو الآن في مصر عن الحديث الهزلي الوقح المتطاول القذر اللي صرح بيه واحد بحجم عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، هاني شكري. هاني شكري أثناء تأدية واجب العزاء في والدة عمرو الجنايني، في أثناء خروجه هو وممدوح عيد رئيس بيراميدز. واحد من الجمهور كان عايز يتصور معاه ويتكلم معاه وكده، فعجبته الكاميرا صوت وصورة وهو بيتكلم، بيقول له ده جمهور لا، بفتكره حد من جمهور الأهلي، ده جمهور ابن شتيمة في الأم، خد في الأعراض ابن كذا. طبعا كلمة قذرة حقيرة لا تنم إلا على سلوك ولا أسوأ وتربية ولا أسوأ. سؤالي أنا، يعني المنظر نفسه عبثي. يعني انتوا رايحين تقدموا عزاء، مش رايحين فرح، مش رايحين عيد ميلاد. عمرو الجناني ده حد كبير، المفروض وان انا رايح اعزي واحد انا بكون طالع حزين، انما زي ما يكون طالعين من فرح او من عيد ميلاد او من حفله بيهزروا بتاع. يعني شويه كده كنت متخيل مثلا ان ممدوح عيد هيكون شايل كاس افريقيا وهو طالع مثلا من العزاء دوت، وضحكوا. خليكوا فاكرين الزمالك، جمهور الزمالك هو اللي كسبكوا البطوله، والبطوله في الزمالك ومش عارف ايه، كاس مصر. يعني ان هم يردوا يعني الجميل بتاع جمهور الزمالك ووقفه الزمالك جنب بيراميدز، فان تترد في الماتش اللي هيتلعب النهارده الساعه 8:30 في استاد القاهره في نهائي كاس مصر بين بيراميدز والزمالك. فرد الراجل دوت بكل قلة أدب وبكل تجاوز، وقال لك لا أنا متصورش مع الجمهور ابن كذا، بالأم على جمهور الأهلي كله. تمام. فطبعا دي كانت يعني حاجة كده، يعني كوميديا سوداء، تجاوز وقلة أدب، وعادي جدا وبيحصل منهم حاجة زي كده وأكتر من كده. جزء كبير منه بسبب شياكة وأدب والرقي اللي بيتعامل بيه كابتن محمود الخطيب. واحنا قلنا قبل كده، فيديوهات قبل كده، لازم ناخد حقنا ولازم يترد، ومش عايزين بيانات، يتاخد إجراءات قانونية. وعندنا من الإمكانيات ما تمكن الأهلي بعراقته وجماهيره وشعبيته وبإمكانياته بالقامات اللي فيه إن هو ياخد حقه تالت متلت من هاني شكري ومن أضخم من هاني شكري، من الأشكال دي كلها. لأن الأهلي أبدا أبدا لم يكن سباب ولا لعان، إنما هذه الناس تتجاوز، هؤلاء الناس يتجاوزوا بشكل فج وبشكل وقح، ويجدوا من يطبل لهم. فمجلس الإدارة دوت في الفترة اللي فاتت ديت، لو كان اتعاقبوا، لو كان اتبعت شكوى رسمية ضد اللاعب الواقح قليل الأدب اللي اسمه مصطفى لعبة، اللي بتاع الطايرة، لما عمل بإيده إشارات خارجة لجمهور الأهلي على الملأ مرتين في الملعب على فكرة، اللي هي لو أنت عملتها لحد في الشارع ممكن تتسجن، تاخد سجن. تمام. فالأهلي كعادته وتعامل بالشياكة وكأن لم يحدث شيء. لو كان حصل هذا بالعكس كانت الدنيا قامت ما قعدتش، وكانوا قعدوا يلطموا الخدود ويفضحوا الدنيا ويقول لك عايزين حقنا وعايزين حق جمهورنا. فبالتالي فمن آمن العقاب أساء الأدب، فاستمرار المهزلة وقلة الأدب يجي اليوم اللي واحد زي هاني شكري يشتم أكبر قاعدة جماهيرية، ولو حتى مش أكبر قاعدة جماهيرية، مش من حق أي حد يقول لك ده جمهور ابن كذا، أمه يعني سيئة السلوك، واضحة جدا يعني، لجمهور على المشاع كده فجر، زي ما أنا عايز أقول، لأنه عارف إن مش هيحصل حاجة. فعلى الأهلي أن يتحرك، لأن فعلا هتكون وصمة عار، وفعلا الجمهور مش هيسكت على مجلس الإدارة لو تخاذل في هذه النقطة. لما سكتوا على مصطفى لعبة حصل موقف زي كده، لما سكتوا يوم في الملعب لما سباب جماعي ممنهج موجه لإمام عاشور شتيمة فيه وفي مراته وفي شرفه وقت طويل في استاد القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع، ولم تقوموا بتقديم شكوى. بالعكس برضه مجلس الإدارة راح حاطط بيان ان احنا نحذر ونشجب ان ايه، ما فيش حد، مش هيتوقفوا الجمهور وبتاع، والجمهور ما عملش حاجة وي وبتاع، واحنا لم نتحرك ولم يتحرك لينا ساكن. نفس القصة مصطفى علبة دوت،
الزمالك كافئه تاني ماتش ليه مع الاهلي، كانوا محطينه في البرومو بتاع المباراه. تمام، وهي دي الرموز عندهم، وهي دي الطريقه، وهي دي الاسلوب اللي ينفع معاهم. من اساء الادب، من امن العقاب اساء الادب، وهذا ما يحدث مع الاهلي. وبعدين بقى في اللي هي الاخ المنبطح عندنا في مجلس الاداره، اللي يا ريته ما اتكلم، اللي هو الاخ محمد ضماطي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كاتب ان في ناس ولاد ناس، بما معناه يعني ناس ولاد ناس، ومهما بلغوا من رقي ومن ثقافه ونجاح عملي في الحياه وي وبتاع، قاعد يتغزل في الاخ هاني شكري المتطاول، سليط اللسان. لما بيتحطوا في عمل عام، الضغوط ما بيقدروش يتحملوها يعني، وممكن نشوف منهم حاجات غريبة. خسارة والله. ايه الانبطاح ده؟ ايه القرف ده؟ على هذا العضو ان يعتذر لجماهير الاهلي قبل ما يعتذر لاي حد، ويشيل البوست دوت، وما يحطش حاجة. اشرف لك ما تكتبش حاجة مادام الطريقة انهزامية منبطحة بالشكل دوت. ضعف، وهن. قول زي ما انت عايز تقول، قول. كان افضل لك ان انت ما تتكلمش خالص يا محمد يا ضماطي. على العموم، الاهلي من المتوقع ان هو مش هيسكت، لان جماهيره مش هتسكت، وكل جماهير الاهلي اكتر من 70 مليون بيقولوا لهاني شكري: عليك بمثل ما قلت على امهاتنا، عليك بمثل ما قلت لامهاتنا. انت مش احسن من اصغر عيل او ست او طفل او بنت اهلاويه. هاني شكري. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.